بتبدأ الحلقة التالتة من المسلسل بعد ما عرفنا إن الأمير قرر إنه يتجوزها وقال لها تستعد علشان هتواجه البلد كلها، وساعتها نصحها إنها تشوف هتعمل إيه علشان تقدر تغير الرأي العام لصفها. وبنروح بعد كده للأمير إيان وهو نازل مع عربية، وبيكون في صحفيين ومصورين كتير قدام القصر، وكلهم بيسألوه عن الإشاعات اللي نزلت عنه هو وسونج، بس هو ما بيردش عليهم. وبيمد ايده لسونج وبيمسك ايديها هو بينزلها من العربية، وبتكون دي طريقته علشان يأكد الإشاعات ليهم. وساعتها كل الصحافة بتتصدم وبتذاع الأخبار في البلد كلها. اما ابطالنا فبيخشوا القصر وهما ماسكين ايد بعض قدام الكل، وجوه القصر بتروح رئيسة الخدم وبتعرفه ان يون عايزه تقابله، بس هو بيقول لها انه هيقابلها بكره، بس هي بتصر عليه انها عايزه تقابله دلوقتي، وبتعرفه ان الموضوع ضروري. فساعتها بيقول لسونج انها تستناه وهو هيرجع لها بسرعه، بس هي بتقلق لما بتعرف انها هتفضل لوحدها، فهو بيحط ايده على شعرها وبيسالها اذا كانت خايفه. فساعتها بتتوتر سونج باللي بيعمله وبتوافق انه يمشي. اما يون فبتكون بتقرا الاخبار اللي نزلت، وساعتها بيخش ايان عندها، وقتها بتساله امتى هيطلع يعتذر عن الفضيحه اللي حصلت وينفي الاخبار اللي نزلت عنه مع سونج، بس هو بيعرفها انه مش ناوي ينفي حاجه، لا ده هياكدها. وبيقوم بعدها وبيمشي، وبيلاقي المساعد في وشه وهو خارج، فبيساله عن سبب وجوده هنا لانه المفروض يكون بيحرس اوضه سونج، فبيعتذر له يون. ولما بيخش ايان الجناح بتاعه بيلاقي الملك الصغير بياكل وجنب سونج، واول ما بيشوف الملك بيفرح وجوده، بس بنلاحظ ان الامير اتضايق لما شافه صاحي الوقت متاخر وكمان بياكل بالليل. لما بيساله هو صاحي ليه لحد دلوقتي بتعرفه سونج انه معرفش ينام، فساعتها بيزعق لها وبيقول لها انه ما سالهاش هي. فبتتحرك سونج، بس الملك بيقول له انه ما كانش عارف ينام، فسونج اقترحت انه ياكل عشان يعرف ينام، فساعتها بيبص لها ايان وهو متضايق. وبيخرج الملك الصغير، ولما بتسأله الوظيفة بتاعته إذا كان عاوز يروح لوالدته، بس هو مش بيرضى وبيروح لأوضته. أما عند أبطالنا بتكون سونج متضايقة إنه حتى ما سابهوش يخلص أكله الأول، بس هو بيعرفها إن لو حصل أي حاجة للملك ساعتها هيلوموها، وبيقولها إن يون رفضت جوازهم، فبتقول له سونج إنها كانت متوقعة كده منها. وساعتها بتغير الموضوع وبتسأله هل لو حصل مشكلة بينها وبين يون هو هيقف جنب مين فيهم. فأيان بيضحك على كلامها وبيحس إنها مجنونة، بس هي بتصر تعرف إجابته. فساعتها بيبصلها وبيعرفها إنه هيقف جنبها هي، فبتتأثر سونج، وساعتها بتقاطعهم رئيسة الخدم، واللي بتعرفه إن سونج ما ينفعش تنام معاه في نفس الجناح، وهتدورها على أي أوضة تانية فاضية من بتاعة الخدم. فهو بيزعق لها وبيعرفها إن سونج مش خدامة، وبيقول لها إنها تقعد هنا معاه في أوضته وكمان تجيب لها لبس، وبتطلع سونج من وراه وبتضحك لها وبتغيظها. ولما بيمشوا بنلاقي سونج نايمة على السرير بكل راحة، فساعتها بيسألها ايان اذا كانت مش هتنام على الكنبة، بس هي بتعرفه انها مرتاحة على السرير، وبنلاقي انها نايمة جنبه على سريره. وبيرجع ايان يقول لها ان النوم على الكنبة كويس مش وحش، فراحت قايله له خلاص لو كده روح نام انت. فهو بيفقد الامل وبيشد البطانية منها، فهي بتتغاظ وبترجع تشدها تاني، وبيفضلوا على الحال ده يتخانقوا مع بعض. بس على الجانب التاني بنلاقي الخدم واقفين قدام الجناح وبيفهموا غلط. وتاني يوم الصبح بنلاقي هيون في جناح ايان وبيحاول يصحيه لانه اتاخر، وبيستغرب انه نام فتره طويله بعد ما كان عنده ارق. وساعتها بيصحى الامير وهو مخضوض وبيعرف ان سونج صحيت قبله وراحت شغلها. وعند شركة سونج بنلاقيها بتمشي وهي فخورة بنفسها، وكمان كانت قاصدة تيجي الشغل بنفس لبس امبارح علشان الكل يفهم انها ما راحتش على بيتها وكانت مع ايان. ما قلنا بتموت في لفت الانتباه، اما وساعتها فبتكون متغاظه من تصرفاتها. وبنروح للملك الصغير وهو قاعد مع اللورد، وبيقول له انه معرفش ينام زي كل مره لانه دايما بيحلم بوالده، وبيقول له ساعتها انه خايف. فساعتها اللورد بيفتكر ساعه لما الملك اخو ايان قال له نفس الكلمه يوم فرحه، بس هو طمنه انه هيبقى جنبه. ووقتها دخل ايان وهو متعصب، ولما حاول اللورد انه يمنعه وهدده انه هيقول لوالد الملك لانها تعتبر اهانه لولي العهد، بس ايان ما بيهتمش بكلامه وبيروح يمسك اخوه من هدومه، وبيقول له انه اداله فرصه بس من دلوقتي اي حاجه هتحصل يتحمل مسؤوليتها. وبنرجع للحاضر مع سونج اللي بتكون بتقرا تعليقات الناس على خبر ارتباطها بالامير وهي بتتريق عليهم. وساعتها بتقول لها المساعده ان اللبس اللي كانت لابساه يوم الفندق اتباع كله، فبتتبسط سونج وبتتحمس انها ترجع المركز الاول تاني في المبيعات، بس بيقطع كلامهم مين وهو داخل المكتب بتاعها. وبيكون باين عليه انه متضايق، وبيسأل سونج اذا كانت هتتجوز الامير فعلا ولا لا، بس سونج بتأكد كلامه. وهو بيستغرب لانهم لسه متقابلين، فازاي عايزين يتجوزوا بالسرعه دي، وبينصحها انهم حتى يتوعدوا مش لازم يتجوزوا بالسرعه دي، بس هي بترفض وتعرفه انها عايزه تفضل معاه على طول. فبيزعل مين من كلامها، بس هي مش بتاخد بالها. وبتكمل وبتقوله انها عرفت انهم عايزين يجوزوا الامير لواحده تانية، فعلشان كده لازم تتجوزوا دلوقتي، وبتطلب منه انه يوافق على جوازهم. اما يون فبتمثل انها تعبانه علشان تاخر اي جواز يحصل لحد ما تنهي الموضوع ده. وبنروح لسونج اللي بتكلم الامير عن مقال نزل، بس هو قدر يمسحه بسرعه. بس ما بتلحقش تكمل كلامها لان بتلاقي ان في بنات بترميها بالبيض وبيتهموها انها بتغوي الامير بتاعهم، فبتتصدم، بس هما بيقولوا لها انها تبعد عنه وبيفضلوا يرموا عليها بيض، فبتتعصب سونج وبتقفل المكالمه. اما ايان فبيستغرب اللي بيحصل ومش بيكون فاهم فيه ايه. وبنرجع لسونج اللي بتتعصب وبتزعق لهم، ساعتها بيخافوا منها وبيحسوا انهم لعبوا مع الشخص الغلط.
وبالليل مع عيان بيتصدم لما بيلاقي المساعد داخل عنده بكمية كبيرة من الدفاتر، وبيعرفوا انه المفروض يخلصها كلها لانه كان واخد اجازة وكل الملفات دي اتراكمت عليه. ده غير الملفات بتاعت الملكة يون لانها تعبانة ومش هتقدر تعمل حاجة، وبيكون ايان والمساعد فاهمين انها بتمثل التعب وعارفين انها بتخطط لحاجة علشان تنهي الجوازة بتاعته. وبنروح لسونج اللي بتلاقي والدها قدامها، وقتها بيقول لها انها مش ناوية تبطل تلفت الانتباه ليها باللعب بتاعها ده. بيكمل وبيقول لها وهو متعصب انه الذكرى الثانويه بتاعت ام اخوها اللي هي مراته يعني قربت. وقتها بتفتكر سونج وهي صغيره لما خدامه القصر دخلتها وراحت قالت لمراته ان البنت دي واقفه قدام القصر من كذا ساعه ومش راضيه تتكلم. فابوها ساعتها اتعصب وقال لها انها كان المفروض تكلم الشرطه مش تدخلها ليهم، بس مراته هدته وقتها لانها صعبت عليها وقالت له انها لسه طفله صغيره وحاولت تفهم منها اذا كانت تايهه ولا لا. وقتها سونج شرت عليه وقالت لهم انها بنته. ساعتها مراته يعني ما استحملتش الصدمه، وبنرجع لحاضر وهو بيقول لها انها من ساعه ما ظهرت في حياته وحياته اتحولت للاوحش. بيكمل وبيقول لها انها كانت دايما طماعه وبتبص لاخوها وعايزه اي حاجه عنده، بيقول لها تبعد عن الشركه يا اما هيتبرى منها، بس هي ساعتها بتتغاظ انه بيفضل اخوها عليها دايما وبيكون عايزه تمشي علشان يسلمه هو كل حاجه، فهي بتعرفه ان هي مش هتستسلم ولو عايز يتبرى منها يتبرى وبتسيبه وتمشي. ولما بتكون قاعدة لوحدها بيرن عليها ايان ويسألها اذا كانت بخير، فبتتأثر سونج ان حد اخيرا بيطمن عليها، بس هي مش بتقدر تكلمه، بتعرفه انها مشغولة وبتقفل المكالمة. وساعتها بتفتكر الماضي وبنعرف انها ما كانتش طماعة ولا حاجة، هي بس كانت عايزة والدها يهتم بيها زي ما كان بيهتم باخوها الصغير. بس بيقاطع تفكيرها رنة جرس الباب، ولما بتروح تشوف اللي جيلها بتتصدم لما بتلاقي ايان وبيلاحظ انها ماسكة في ايديها مضرب بيسبول. فبتضحك وبتعرفه ان اعدائها كتير ولازم تحمي نفسها دايما، وبتلاقيه جايب لها اكل، ولما بتاكل بيلاحظ ان حالتها اتحسنت وبتحكي له ان يومها كان وحش، وبتعرفه انه حتى والدها عايز يتبرى منها، ده غير ان المعجبات بتوعه رموها بالبيت. فساعتها بيقلق عليها وبيسألها لو كانت اتأذت، فبتتأثر سونج وبتفرح انه مهتم بيها ونلاقيه بعد كده واخد كل حاجاتها وبيوديها للمقر بتاعه عشان يبقى مطمن عليها هناك. ولما كان بيقول تعليماته للخدم وانهم ياخدوا بالهم منها، بنتنا ما صدقت وقعدت تمسك فيه وتقرب منه قدامهم، وهو بيكون محرج من اللي هي بتعمله بس ما بيقدرش يتكلم. وبتخش سونج الأوضة بعد كده، وبعدها بشوية بنلاحظ إن الخدامة اللي زرعها يون بتحاول تبص عليها وتشوفها بتعمل إيه، بس ما بتلاقيهاش هناك لأنها ساعتها بتكون راحت للأمير. وهناك بتقرر تسأله عن السبب اللي عايز يتجوزها علشانه، وبيقول لها علشان هي غنية وجميلة. فبتتضايق سونج لأنها مش بتقتنع بكلامه، بس وقتها بيكمل كلامه وبيقول لها على السبب التالت، وهو إنه لو قرر إنه ياخد العرش في يوم ويبقى الملك كل الناس هتدينه وهيطلعوا عليه إشاعات إلا هي الوحيدة اللي هتقف جنبه. فساعتها بتتصدم سونج من اللي بيقوله. وتاني يوم في المقر بتاعه بنلاقي أمن كتير داخل المقر، وبيحاول الخدم إنه يمنعهم إنهم يخشوا أوضة سونج، بس بيزقوهم وبيخشوا. ولما بيدخلوا بتسألهم سونج هم عايزين ايه، بيقولوا لها انهم عايزين يحققوا معاها في الحريق اللي حصل يوم الحفلة. بيوروها صور انها كانت واقفة في مكان ممنوع انها تخشه، ده غير انه كان قريب من مكان الحريق. وكمان بيقولوا ليها تصريحات قالتها قبل كده بتقول فيها ان المفروض التاج يتلغي والعيلة المالكة يتشالوا من العرش. وبتتحرك سونج ومش بتكون عارفة ترد عليهم بايه، وبتتصدم لما بتلاقيهم بيفتشوا وبياخدوا كل حاجتها، وفي نفس الوقت في شركتها بيكون في جزء تاني بيلم بقية حاجتها من مكتبها، ده غير انهم حبسوها في الأوضة علشان يستجوبوها ويحققوا معاها. ولما بتحاول ترن على ايان مش بيرد عليها، وبيعرفها كيم وده واحد من الخدم الموجودين انه مش هيرد عليها لان وقتها بيكون في طقوس ملكيه معينه، وبيعرفها ان ممنوع فيها انه يمسك الموبايل. فبتخلي مساعدتها تروح للمكان اللي هم فيه علشان تقوله، بس كيم بيقول لها ان الامن مش هيرضى يدخلها لانها مدنيه. فساعتها مش بيبقى عندها اي حل تاني غير انها تروح مع الناس دي، وبتخرج وكلها ثقة وهي لابسة البيجامة، بس هي من جوه بتبقى مرعوبة وعايزة تعيط. بنروح للمساعدة اللي بتحاول تخش بس بيمنعها الأمن، وساعتها بتلاقي كيم جاي زي ما سونج قالت له ومعاه تصريح كان سونج اداهوله، وبيقدروا فعلا يخشوا للمكان. وبيعرف ايان باللي حصل وبيروح القصر وبيبدع الأمن انهم ياخدوها. فساعتها بتطلع عيون وبتعرفه ان هي اللي امرتهم، فبيتحداها ايان وبيعرفها ان مش معاها دليل ان هي اللي حرقت المكان. بيعرفها انها لو هتحقق معاها لازم تحقق معاه الاول. وقتها بتمثل سونج انها تعبانه وبيشيلها ايان وبيمشي. وبتنتشر اخبار في القصر كله ان قد ايه الامير بيحب سونج وخد صفها ضد الملكه، فبتتغاظ الملكه منهم وبترجع سونج للمقر تاني، وبيفرح الكل برجوعها. ساعتها بتشكر كيم انه كان السبب في رجوعها، وبالليل بتقرر انها تروح لايان وبيتقابلوا على السور علشان محدش يشوفهم. ووقتها بيفضل ايان يبصلها، فبتتحرك سونج من نظراته ليها وبتتخض اكتر لما بيحط ايده على وشها. وهنا بتخلص الحلقه الثالثه من المسلسل.